في قرية مصرية قديمة كان زين ويحيى عايشين هناك. كانوا بيحبوا يلعبوا بالكورة دايما. وفي يوم من الأيام والجو كان جميل والشمس بتغرب، كانوا بيلعبوا جنب طرف القرية. ضحكتهم كانت مالية المكان وصوتهم بيرن في الهوا الهادي. زين ارمي الكورة كويس. زين رمى الكورة بقوة والكورة طارت في الهوا. هو ويحيى كانوا بيلعبوا بيضحكوا، وصوت ضحكهم كان لافف المكان كله وسط المنظر الهادئ والمقفول حوالين القرية. فجأة الكورة طارت بعيد واختفت جوه بيت مهجور ومظلم. سمعوا صوت زجاج بيتكسر والصدى ملأ المكان. كان الصوت مرعب شوية وكأنه بيقول ما تقربش. زين بص للبيت وقال ليحيى وهو نستغرب، يا ترى مين كان عايش هنا؟ زين دخل بحذر جوه البيت المهجور، وكانت الضلال بتتحرك مع تراب بيتطاير في النور الخافت. في آخر الأوضة اللي باين عليها الإهمال شاف صندوق قديم شكله غريب متغطي بالغبار والضلمة.